روايح الشتا بقى هلت، مفيش أجمل من كيك الرواني الهش الخفيف الناعم، ميكس كده ما بين البسبوسة والكيك وجوز الهند، طعم تحفة بصراحة. هنبدأ كده ونسمي الله ونبدأ الخطوات مع بعض. معايا كوباية من السكر، كوباية من المية، ضفت عليهم شريحتين من الليمون وكيس من الفانيليا، رفعتهم على النار بالظبط حوالي دقيقتين بعد الغليان وبطفي على طول وبسيب السيرب على جنب. نبدأ كده نجهز الكيك. معايا واحدة استفندي، بشرت الجزء اللي فوق وعصرت كمان الاستفندي واخدت حوالي ربع كوباية. معايا بقى الخلاط، ضفت فيه 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ وضفت عليهم نص كوباية من السكر ونزلت بعصير السفندي حوالي ربع كوباية وكمان البشر، وبعد كده ضفت كيس من الفانيليا. بضربهم بقى في الخلاط كويس جدا لحد ما نعم الخليط تماما عشان السكر يدوب معانا. زي ما احنا شايفين هضيف بقى باقي المكونات. معايا حوالي تلت او ربع كوبايه من جوز الهند، يعني حوالي معلقتين كبار كده، وكوبايه الا ربع من الزبده السايحه، ممكن تستخدمي زيت او زبده بس او سمنه اللي موجود عندك. ضفت كمان نص كوبايه من اللبن الدافي او الساخن شويه، وبعد كده بضربهم كويس قوي. تقدري تستغني عن عصير الاستفندي وتزودي اللبن شويه يبقى كوبايه الا ربع. ضفت هنا بقى الخليط في طبق، وبعد كده ضفت عليهم كوباية من دقيق البسبوسة، وبعد كده ضفت حوالي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وضفت كمان كوباية من الدقيق الأبيض. نبدأ بقى نقلب كل المكونات مع بعض لحد ما يختفي الدقيق تماما. زي ما احنا شايفين القوام بيبقى تقيل شوية عن قوام الكيك العادي، لأن طبعا احنا ضايفين هنا دقيق سميد. جهزت بقى هنا صينية مقاسها حوالي 40 في 40 ودهنتها بالزبدة، وهبدأ بقى أنزل الخليط. شوفوا قوام الخليط تقيل شوية، ونبدأ نسوي الصينية كده ونخبطها خبطتين على الترابيزة، وبدخلها فرن نكون مسخنينه قبل كده حوالي 10 دقايق على الرف الأوسط على درجة حرارة حوالي 180. بتاخد حوالي تلت ساعة، بتخرج بقى بالشكل التحفة ده، لونها جميل جدا. هنبدأ وهي سخنة كده نسقيها على طول بالسيرب. زي ما احنا شايفين بتشقق كده من فوق وبتتشرب كل العسل اللي انا ضفته. شوفوا ده بالظبط، ما خدتش اقل من نص دقيقة كانت اتشربت كل السيرب. هبدأ بقى اقطعها كده مربعات او الشكل اللي تحبيه طبعا. نبدأ بقى نطلع قطعة كده. شوفوا اولا لونها جميل جدا من فوق ومن تحت، واخده لون ذهبي كده غامق سنه. ريحتها بجد تحفه، ريحه الاستفندي مع جوز الهند تحفه. شوفوا كمان هشه. طبعا بالنسبه لسمك الكيك طبعا معتمد على حجم الصينيه، يعني لو عايزه السمك يكون اعلى من كده بتختاري صينيه اصغر شويه، بس بصراحة السمك ده بالنسبة لي حلو جدا. شوفوا كمان الفراغات اللي جوه مش كبيرة قوي، هشة وناعمة وخفيفة جدا. هنضيف بقى هنا جوز هند كده على الوش، بجد حلوة قوي وريحتها جميلة جدا وناعمة كمان. لو لاحظتوا كمية السكر اللي احنا ضفناها مش كبيرة قوي، يعني ضفت هنا على الكيكة حوالي نص كوباية وكوباية للسيرب. طبعا تقدري بقى تزودي براحتك كمية السكر لو بتحبيها اكتر من كده، بس بصراحة دي كانت مناسبة جدا. شوفوا ناعمة وهشة كده وخفيفة. بتمنى بقى تجربوا وصفة النهاردة، وما تنسوش اللي ما اشتركش في قناتي ينزل بسرعة يشترك في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل ان شاء الله عشان تشوفوا كل وصفاتي الجديدة اول باول. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.